هاي 50 كمان. الأجواء شبه جيدة، لا بأس فيها. وضع العالم المعيشي كان سيء السنة الماضية كانت أحسن من السنة هاي. السنة الماضية كانت الأجواء سواء برمضان أو رمضان أو الأجواء اللي هلا، السنة الماضية كانت أحسن. السنة هاي مقبولة نوعا ما في إقبال زيادة. المدخول الضعيف بالنسبة للمواطن عندنا، في أجور يوميات العامل لا تقارن بالنسبة للمعيشة نهائيا. مظلوم العامل عندنا ما عنده حلو ما عنده عيد. يا جبار يا جبار يا جبار. الشيء الاساسي العمله التركيه اهم شيء، يعني هي اللي انهارت موجب العمله بالدولار او كذا، فصار اليوم العامل السوري في المحرر اليوم يعني لا يتجاوز يوميته 70 ليره تركيا او 90 او 100 ليره، يعني هذا العامل يعني يشتغل 12 ساعه او 24 ساعه. يعني الدنيا اليوم 50 ليره، يعني كيلو الحلو باجار عامل يومي 50 ليره. 50 ما عنده كيف ما عنده عيد. 45 روح 45 راح اليوم. السلام عليكم والله يبارك فيكم ويحفظكم. بالنسبه للاجواء رمضان طبعا بتفرق عن اي سنه، كل سنه بتجي اخف من السنه اللي قبلها، يعني اصعب على المواطن. ليش؟ يعني دخله ما عاد في دخل بنوب، والامور ما كلك ماشي الحال، ما عم تجيها مصائب مره، عندها ولد، عندها اخ، عندها صاحب، عندها صديق، يعني باخر هاليومين تحرك السوق شوي، يعني بس اذا بدك تحكي بوضع عام العالم تعبان كثير، وضع تعبان. جبار يلا يا جبار يلا. بضاعة راحت ببلاش، كيلو راح اليوم 50 ليرة اليوم، كيلو راح 50 ليرة. بسبب كثرة البطالة، الفقر، قلة المنظمات، ارتفاع الليرة التركية مقابل هذيك السنة تقريبا ضعف، يعني من 2000 ل 3000 شوية. هذا ادى سبب كبير لضعف الشغل وكثرة البطالة مثل ما قلت لك. انا ذكرت لك انه تقريبا خفت للنص، يعني صار عندنا ضعف مع هاي السنة على هذيك السنة تقريبا نص كحركة تجارية في الاسواق. نتمنى من اصحاب المشاريع الكبيره انه يامنوا فرص اكثر واكبر، مثلا مشان يصير توازن مثلا بالوضع المعيشي، ويزداد نحن محررنا اكثر واكثر ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير.